باسم مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية نرحب بكم. طبعا اجتماعنا اليوم أو ندوتنا مثل ما الكل بيعرف المرحلة اللي تمر فيها سوريا، حساسية المرحلة والمعيقات أو التحديات التي تواجه هذه المرحلة. اليوم سوف نتحدث عنها ونناقشها معكم. طبعا قبل ما نبدأ بنقاشاتنا نوقف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء. اليوم نوجه رسالة لكل السوريين. نحن بحاجة إلى النصر، والنصر لن يتحقق إلا بوحدتنا. نحن بحاجة إلى المصالحة الوطنية باسم سوريا، مجلس سوريا الديمقراطية. نبعث رسائل إلى الداخل وإلى الخارج. إلى الداخل، نحن في مسار يجمعنا ولا يفرقنا. نحن في مسار يأخذنا إلى سوريا الجديدة التي نحلم بها. نحتاج أن نضع الخلافات وتكون سوريا هي السقف المرجو للجميع. أبعث رسالة إلى الخارج: إذا كانت مصلحة سوريا تهمكم فوحدونا واجعلوا طريق المصالحة الوطنية ميسرا لجميع السوريين ولا تعززوا الانقسامات. في البداية لم يكونوا يقبلوا أي شيء. الآن في لقائنا الأخير هم البريطانيين وزارة الخارجية قالوا نحن والأمريكان والفرنسيين متفقين على اللامركزية، وأحمد الشرع مرن في هذا الاتجاه. اثنين، قالوا نحن لا نعطي كل شيء على بياض لأحمد الشرع، نتابع سلوكهم وتصرفاتهم، وسنعقد اجتماعا في شهر ديسمبر مع سقوط النظام على أداء هذه الحكومة الجديدة. بالإضافة قالوا أنتم تعملون الصح، وسنرسل مبعوثا لبريطانيا إلى شمال وشرق سوريا اسمه ديفيد الآن متواجد هنا في المنطقة من أجل مساعدتكم لتطوير الحوار. لذلك لا أن نترك هذا على قوة ما. حتى رجالات الدين يجب أن يبدأوا بالحوار بين رجالات الدين في جميع المناطق السورية، أي أن يكون حوارات على عدة مستويات حتى بين العشائر، أن نجري حوارا بين جميع العشائر لكي لا نستبعد أي مكون أو أي شريحة من هذا التحالف، أن يكون للكل دور في رسم ملامح سوريا المستقبل. إذا لم ندخل الأخطاء ونتبع هذه الاستراتيجية يمكن أن نحقق الأهداف التي نسعى إليها منذ عدة عقود. بهكذا سنصل إلى سوريا الديمقراطية التعددية لا مركزية. هذه المرحلة الجديدة التي استطعنا فيها هذا التغير يقودنا إلى أن نكمل هذه الحوارات مع دمشق ونؤسس سوريا جديدة، ونحضر حالنا للمرحلة المقبلة بأن نؤسس لتحالفات ديمقراطية ضاغطة من أجل تغيير النظام. بيجومان تغلبونا
جنرال مظلوم وهذا إلهام أحمد سروكا بيونديش دربة بمنتدى دهوكي يعني إشارتك بالي تجسيدا يكريزيا كردي ومديد جي تكليوي ب سروكي هريمير بمسرور برزاني سروكي حكومة كردستان بيغمان أفقابك قال لك باشد كبه خدمتها قال لي مدي قابك جو روحي براتيه جناب كرداد خردك ومرحلة قال لك ديروكية قال لك حساسة قال لك دقيقة دوي مرحلة دي دما هيزي سروكا دي كردستان دي نزيكي هفدود بن هيفيه ما خرطر دبن دي پیشاروشك باش ديش بو ملتي ما يعني ما قلتنا وي قهداري كربراسي قلتنا وي قال لك روحي بربرسياليتي هبو قلتنا يعني نونريا حمو قال سوري ذكر نتني كردوي حمو قال سوري بتبايي و ازباورم هيفين باش جدان قال سوري قو پیشاروجه دي سوريا نناوندي ديمقراطي امكاربن تود بهدور آبادكم يعني ايرو ازباورم شهر وقتي باشتره ودوي ام حموجي اليكار بن جو ام في روحي يكريزيه جناب هذه كردي دا ام خرد بكن خطر لسر قال ما تبدي هي تحديات مظنن ل ريجي فكري مره ازباورم ودمها به ودمها ملتي ما به. إمكانية حالة الإحباط التي قد تحدث بعد غياب اسم قوات سوريا الديمقراطية، قوات مجلس سوريا الديمقراطية، الإدارة الذاتية، هذه الأسماء طبعا لن تبقى إذا تم الاندماج بيننا وبين سوريا المؤقتة. حالة الإحباط التي قد تعم بين المجتمع بالتحريض المعادي أو أسباب أخرى، هل درستم كيف يمكن معالجتها؟ بس في عندي شوية ملاحظات. تحالف السياسي ليس مجرد ترتيبات بين النخب، بل هي إدارة سياسية لبناء سوريا مستقرة قابلة للحياة. إن نجاحها يعتمد على 4 نقاط أساسية: استقلالية قرار الوطني، شفافية في العمل، اشتراك كل أطياف السوري الشعب السوري، تجنيب الصراعات الخارجية على أراضي السورية. عند بداية سقوط النظام كان البريطانيون يقولون انه كل شيء صار انه بده يصير بسوريا مثل ما حكام الشام بدهم. ثم قال انه بعد مرور حوالي سنة تغير رأيه. ذكرت ما قرأت في كتاب رحلة إلى رجال شجعان في كردستان، ما قاله ما دار ما بين الصحفي الأمريكي والخالد ملا مصطفى البرزاني حينما لام الخالد ملا مصطفى البرزاني الأمريكان، فقال الصحفي إن قضيتكم غير منشورة في أمريكا وفي الغرب بشكل عام يعتمدون على الصحافة، أما السياسيون يعني الشعب الأمريكي يعتمد على رأي الصحافة وعلى رأي شعوبهم. فهذا طبعا ذكرت هذا الشيء، ويبدو أن العمل يسير بشكل صحيح حينما تتغير المواقف. طبعا بأوروبا تتغير المواقف بناء على آراء شعوبهم. نتأمل الخير. قراءة حقيقية للواقع الراهن تؤدي لوضع حلول ووضع يد على الأوجاع الحقيقية لننطلق كسوريين بكل سوريا. الإدارة اللامركزية أو استقلالنا بشكل إداري كأقاليم سورية هي كانت ساعية إليها الحكومات السابقة بالخطة الخمسية العاشرة، وطبقت على أرض الواقع سواء قبلنا أم لم نقبل. كنا في هذا الاتجاه. الآن نحن بحاجة إلى الشفافية، أن نبين الحلول التي نتوخاها.
لكي نضمن سوريا متطورة موحدة كلنا نكون مشتركين في الهم وفي نتحمل أعباء البناء ثم ضمان التقدم. لي ملاحظة أيضا على إشارة سيادتك على مسألة الموقف التركي. طبعا الموقف التركي لا يؤمن جانب الموقف التركي مطلقا، لأننا نتابع هذا الطغيان التركي الذين جاءوا من آسيا إلى بلادنا منذ حوالي 1000 عام وجعلوا أنفسهم بالقوة العسكرية واستغلوا اسم الإسلام للسيطرة على شعوب المنطقة. طرق الحل في سوريا الجديدة يتعلق في مسألتين، الأولى سوريا ديمقراطية ولا مركزية. أنا مع الثنتين عمليا، لكن هل وضع مجلس سوريا الديمقراطية عنوانا أو هدفا أو استراتيجية بكيفية تقسيم سوريا إلى أقاليم؟ العنوان هو التخطيط الإقليمي. هل مارستم التخطيط الإقليمي؟ هل لديكم معنى عن التخطيط الإقليمي؟ هو عمليا إدارة ذاتية. طبعا أنا أؤكد أن سوريا تعيش مرحلة حرجة من تاريخها السياسي. تتكلم رعاياتها المستمرة للتلاقي بدلالها على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق يتطلب الأمر قراءة مهمة للمشهد السياسي الراهن مع التركيز على مشروع مجلس سوريا الديمقراطية ودوره كقوة سياسية واقتصادية في إقامة تحالفات صادقة وشاملة دون تمييز في إنقاذ البلاد، لأن سوريا تعاني من انقسامات عميقة وحروبا بالوكالة وتتداخل المصالح الداخلية والخارجية، ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول سلمية مستدامة. وفي ظل هذا الواقع مجلس سوريا الديمقراطية كأحد الفاعلين الرئيسيين نتمنى أن يهدف هذا المجلس إلى تشكيل إطار شامل. سوريا هي ليست مجرد رقعة جغرافية، بل هي تلك الرقعة التي يعيش عليها أناس على اختلافهم وتنوعهم، كرد، عرب، سريان، آخرين. هذه الرقعة الجغرافية تحتاج إلى نظام وقنونة الحياة في البلاد وبناء أسس متينة لنظام بديل لدكتاتورية عاتية حكمت هذه البلاد مدة 55 عاما. سمعت من الرفيق حسن الرفيق زهار وهو يقول الكل كانوا مضطهدين، يعني بمعنى سمى عرب كرد إلى آخره. أنا لا أنكر عليه، بس أقول أن هناك اضطهاد مزدوج مورس بحق الكرد، اضطهاد قومي واجتماعي، واضطهاد اجتماعي على مستوى المكونات. حرمنا من جميع حقوقنا، سلبنا هذه الحقوق. ما هي الرؤية المشتركة لهذه التحالفات؟ هل هناك رؤية مشتركة لكل التحالفات لمستقبل سوريا، للشعوب القاطنة في هذا البلد؟ كيف ينظر إلى حقوق هذه الشعوب؟ ثم ما هي الرؤية لسوريا المستقبل؟ هل هي يعني هناك مركز وهناك فروع؟ هل هناك رؤية لحقوق المحافظات وعلاقتها مع المركز؟ ما هو الدور التشريعي التنفيذي القضائي السياسي العسكري لهذه التحالفات أو لهذه الشعوب؟ هل هذه الأحلاف الحلفاء لهم رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، وبمعنى تشكيل وجود دستور سوري لهذه الشعوب، حقوق الشعوب الصغيرة، مستقبل سوريا المركزي أو اللامركزي؟ هل هناك رؤية مشتركة لهذه التحالفات؟ هذا ما نريد أن نراه على الواقع.
بما يخص مؤتمر السلام المنعقد حاليا في دهوك، طبعا كل الشكر والتقدير لحكومة إقليم كردستان وعلى رأسها سروق مسعود الذي بذلوا جهد كبير في إنجاح هذا المؤتمر. يأخذ أهمية قصوى هذا المؤتمر كونه يعقد في هذه الظروف على مستوى الشرق الأوسط، وتأتي مشاركة شمال شرق سوريا الجنرال مظلوم عبدي والأخت إلهام أحمد. في هذا له مؤشر ودلالة على الاعتراف في هذه المنطقة ومباذلته من جهد من أجل محاربة الإرهاب وإثبات وجودها في سوريا وللعالم أجمع. نأمل أن يكون هذا المؤتمر بارقة أمل للمنطقة والدول الإقليمية والعالم أجمع في المستقبل. طبعا ملتقى اليوم اللي يقيمه مكتب علاقات مسد في الجزيرة حول آخر المجدات السياسية ودور التحالف في إنقاذ سوريا أيضا له أهمية قصوى لتسليط الضوء على الأحداث في سوريا ومستقبل سوريا وما سوف تاليه المرحلة المقبلة.